مفعمة بالحزن والغضب ننعي استشهاد 3 من رفيقاتنا المناضلات قمر السود عائشة عبد القادر إيمان العاملات في تجمع نساء زنوبيا نتيجة قصف وحشي شنتها الدولة التركية الفاشية على مدينة منبج في شمال شرق سوريا. هذه الجريمة البشعة ليست مجرد هجوم عسكري، بل هي اعتداء مباشر على إرادة المرأة الحرة ورسالة عنف موجهة لكل مناضلة تسعى لتحقيق العدالة والمساواة. المرأة في شمال وشرق سوريا ليست مجرد ضحية للصراعات، بل هي قوة ريادية تقود عملية بناء مجتمع ديمقراطي قائم على الحرية والكرامة الإنسانية. وعلى الرغم من دورها البارز فإنها تواجه حربا شرسة وممنهجة من قبل القوى المعادية التي تسعى لتدمير مكتسبات المرأة في المنطقة. إن استهداف النساء كما حدث مع رفيقاتنا الشهيدات البارحة يعد استمرارا لسلسلة طويلة من الجرائم، بدءا من اغتيال الشهيدة هافرين خلف التي قتلت بوحشية عام 2019 وحتى هذه اللحظة. المرأة في شمال وشرق سوريا تعاني من تحديات كبيرة، حيث تواجه إلى جانب المعاناة الناتجة عن الحرب والنزوح والضغوطات الاجتماعية والثقافية تعيق تحقيق المساواة. ورغم ذلك أثبتت المرأة قدرتها على الصمود والقيادة في مختلف المجالات. في السنوات الأخيرة ظهرت العديد من المبادرات النسوية التي تسعى إلى تمكين المرأة والدفاع عن حقوقها، ومع ذلك فإن هذه المبادرات تواجه مخاطر كبيرة، حيث تتعرض النساء الناشطات للاستهداف والاضطهاد والهجمات المتكررة على المرأة ليست سوى انعكاس لسياسات العداوية تستهدف تمكين المرأة وتطلعاتها نحو الحرية. المرأة التي مثلت رمزا للنضال والمقاومة تتعرض للاعتداء العسكري والتهديد السياسي والهجمات الإعلامية وحتى العنف النفسي والاجتماعي، كل ذلك بهدف كسر إرادتها وتقويض نضالها التحرري. في هذه اللحظة العصيبة نؤكد أن دماء الشهيدات لن تذهب هدرا، بل ستكون وقودا لنضالنا المستمر من أجل تحقيق أهدافنا في الحرية والمساواة. نرفض الاستسلام أمام هذه الجرائم ونؤكد عزمنا على محاسبة المعتدين والوقوف إلى جانب كل النساء اللواتي يدافعن عن حقوقهن في وجه الظلم والطغيان. نناشد المجتمع الدولي وجميع المنظمات الحقوقية والإنسانية بالتدخل الفوري لوضع حد لهذه الجرائم المتكررة ومحاسبة تركيا على اعتداءاتها السافرة التي تنتهك كل القوانين والمواثيق الدولية. الصمت على هذه الجرائم يعد مشاركة فيها، وهي خيانة للقيم الإنسانية التي تنادي بالعدالة والسلام. نعاهد شهيداتنا بأن نواصل النضال على خطاهن وأن تبقى تضحياتهن نبراسا ينير طريقنا نحو الحرية. الرحمة لرفيقاتنا الشهيدات والعزاء لعائلاتهن ولكل مناضلة حرة. الحرية لا تموت والنضال مستمر. هيئة المرأة في مقاطعة الجزيرة 11/12/2024. جنجيان آزادي، جنجيان آزادي، جنجيان آزادي، جنجيان